النهاردة أنا هتكلم عن حفاير حصلت سنة 2017. وسنة 2017 بصراحة كانت من أكتر السنوات اللي حصل فيها حفاير مهمة. ليه؟ لأنها حصلت في منطقة كانتير اللي موجودة في شرق الدلتا أو الشرقية. المنطقة دي اسمها قديما بر رعمسس. يعني إيه بر رعمسس؟ بر يعني بيت، ورعمسس اللي هو اسم الملك رمسيس. يعني المكان ده كان اللي بناه الملك رمسيس الثاني حيث مسقط رأسه. ودي حقيقة. الملك رمسيس الثاني يا جماعة باباه كان مولود في هذا المكان، وبعد كده انتقلوا للجنوب ويمسك الحكم في الأقصر في طيبة. الملك رمسيس لازم يرجع موطنه ويعمل لنفسه مدينة هناك، وهناك يا جماعة في حفاير كتيرة جدا بتحصل علشان يطلعوا المدينة دي كما يجب أن يكون. وفي سنة 2017 كان في بعثة مصرية ألمانية مشتركة تم الكشف عن مباني متجاورة من المرجح أنها تمثل معبد أو قصر. والموضوع ده ليه في الوقت ده مش باين قوي، لأن المنطقة دي يا جماعة مع الأسف الدلتا عامة أرض طينية، والأرض الطينية هي أرض بتاكل في الآثار اللي جواها، وأي حاجة جواها بتاكلها. أولا رطوبة الأرض، ثانيا وجود مياه مالحة في الأرض بكثرة لأنها قريبة من بحار، ثالثا الطين بيمسك في الحجر جامد، فبالتالي لما بنيجي نضرب في الطين احنا ممكن نكسر حجر واحنا مش واخدين بالنا على أساس إن هي دي طينة، لأن الطينة جامدة جدا يا جماعة. فدي مشكلة الدلتا، عشان في ناس فاكرة ان الدلتا ما فيهاش آثار. لا، ان شاء الله انا ناوية اعرفكم كل الآثار الموجودة في الدلتا. فطبعا علشان الموضوع صعب وفي يعني عدد السكان موجود في الدلتا بزيادة والمكان ضيق مش زي المساحة اللي موجودة في الجنوب، فتم استخدام نظام مختلف عن الحفاير التانية. وهو ايه بقى؟ عمل بعض القياسات المغناطيسية لمعرفة هذا المبنى أوله وآخره من غير ما نعمل أي حفاير. وده ستايل جديد جدا مستخدم في الفترات اللي فاتت ولغاية الفترة دي. استخدام هذه التقنية في مساحة تقدر ب 200 متر في 160 متر، ودي مساحة كبيرة. وطبعا من الدراسة دي هيتم معرفة المعبد ده كام حجرة، الباب بتاعه فين، ايه لو في مقتنيات جوه كمان تتعرف كده. ولكن في حاجة غريبة جدا حصلت وهم بيعملوا الكشف ده. لقوا حفرة كبيرة مليانة حاجة اسمها الملاط. والملاط ده اللي هو زي يا جماعة الأسمنت، زي مثلا الجبس، زي المواد اللي بتستخدم للصق المباني ببعضها، مونة. بس الملاط بتاع المصريين القدماء كان أقرب ما يكون عايزه اقول لكم ايه، عارفين الطين صلصال؟ فهم كان عندهم غير الاسمنت والجبس بتاعنا ده خالص. فدي مواد تعتبر يعني ايه طبيعيه اكتر، يعني مواد بتحافظ على الحاجه اكتر. لقوا ايه في الملاط ده؟ المشكله مش في الملاط، احنا بنلاقي الملاط كتير. لقوا اثار لاقدام اطفال موجوده في هذا الملاط. ايه سبب وجود هذه الاقدام في هذا الملاط؟ هل كانوا بيلعبوا مثلا والأطفال دي رجليهم غرزت في الملاط، بالتالي الآثار بتاعت رجليهم لسه موجودة لغاية وقتنا هذا؟ طيب إيه اللي جاب الأطفال هنا؟ طب إيه اللغز ده؟ هنا بقى عايزين نعرف إيه حكاية آثار أقدام الأطفال دي. بجانب إن في الكشف ده تم العثور على بقايا جدار من الجص عليه مناظر ملونة. وطبعا من خلال الجدار ده عرفنا إن ده معبد الملك رمسيس الثاني، لأن أي قطعة أثر لازم يتكتب عليها اسم الملك. طيب اللي أنا قلت لكم عليه ده من 2017 بيحصل إيه؟ إن هما في المنطقة دي قديما كانت قريبة من عاصمة الهكسوس أواريس. وممكن يكون كمان إن الملك رمسيس الثاني بنى المدينة دي فوق المدينة أو فوق جزء من مدينتهم. فبالتالي الكشف لو احنا مثلا بيحصل كشف مثلا في مثلا ولنفرض مثلا في السطح الاولاني، فممكن كمان نلاقي اثار في الاسطح ده خلى ايه؟ خلى ان العالم اللي مسؤول عن هذه الحفائر اللي هو عالم اللي اسمه فرانز ماير اللي هو مسؤول عن هذا الكشف يعمل ايه؟ يعمل
يعني مواسم تانية لهذا الكشف علشان يقدر يعرف أسرار مدينة بير رامسس، ويقدر يعرف أسرار عاصمة الهكسوس أواريس أو أفاريس، وفي نفس الوقت يعرف إيه سبب وجود أقدام هذه الأطفال على هذا الملاط. فطبعا الحاجات دي بتظهر امتى يا جماعة؟ في المواسم الحفاير اللي احنا واخدين عليها. انا حاولت ان انا اعرف بقية المواسم، بس لقيت بقى ايه كشوفات تانية زي مثلا كوم الخلجان والتوابيت اللي هي بتاعت الهكسوس والدفنات اللي هي بتاعت الاطفال. يعني بصراحة منطقة الدلتا دي كلها الغاز. في ناس هتسألني يا نيرفانا، طيب بالنسبة للصخر او بالنسبة للجدار اللي لقيناه ملون، هل هيتساب في المكان ده؟ لا طبعا، مع الأسف الأماكن المفتوحة بيتم العبث فيها بطريقة لا تتخيلوها، ولو حد وجه كلام لأهل المكان طبعا هيحصل إنهم هيزعلوا وممكن يتقمصوا، ودي حاجة ما بتبقاش حلوة في الحفاير. فبالتالي ضمان للآثار وعدم وعدم إهدارها، فتم نقل الجدار الملون اللي احنا لقيناه لأنه مش كبير، وعلشان يتم دراسته في مكان تاني. ايه المكان ده؟ اللي هو مكان الترميم، لان هو بيحتاج ترميم، لان وجوده تحت الارض بيخلي فيه عوامل بتقلل من الالوان وتكون مثلا في اتربه لازقه في الرسومات، فبالتالي الموضوع ما بيبقاش واضح قوي في توثيق المعلومه. فلازم يروح لمركز ترميم ويتم ترميمه، وممكن كمان يتم وضعه في مخزن علشان ايه؟ للحفاظ عليه، علشان كل ما يلاقوا جزء يجمعوا لغاية لما يلاقوا خالص أكبر قدر من المكان، ويبتدوا ينصبوه تاني زي ما هو ويبقى معبد للزيارة. ايه رأيكم بقى في الحفاير دي؟ الموضوع جميل جدا يا جماعة، وإن شاء الله هبقى أكلمكم عن حفاير تانية في الدلتا عشان تعرفوا إن الدلتا مش فاضية، الدلتا مليانة أثر. ومش الدلتا بس، أي مكان في مصر فيه أثر.